السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ أسرار. اليوم راح نحضره مع بعض خبز دار بدون تعب وبمقادير يعني موجودة في كل بيت. نتمنى انه ينال اعجابكم لانه يجي خفيف بزاف، وهذا خبز دار يستحق التجربة. صدقوني راح يعجبكم. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة بالضغط على المستطيل الاحمر اللي يكون تحت الفيديو، سبسكرايب او ابوني او اشتراك. ونروح للمقادير وطريقة التحضير. في المقادير الوصفة عندنا 2 كيسان فرينة، عندنا كاس حليب يكون دافي، ربع كاس زيت، حبة بيض، نص مغرف سكر، نص مغرف خميرة، وشوية ملح. طبعا الملح لها حسب الذوق. في الإناء نحط حبة بيض نخلطها، ومن بعد نضيف لها حليب يكون دافي كاس. طبعا الفرينة قيستها بالكاس هذا، ربع كاس زيت، الملح على حسب الذوق، وخميرة وسكر. نخلطوا المقادير حتى تذوب لنا الخميرة والسكر. هنا بعد ما خلطنا المقادير نضيفوا الفرينة بالتدريج مع الاستمرار في الخلط او التحريك. كما تلاحظوا هذا الخبز ما يحبش دلك او عجن، بالملعقة فقط تقدري تحضريه، سهل جدا. نضيف الفرينة بالتدريج. نضيف الفرينة اللي بقات لي، نخلطه. هنا نخلطه مليح باش تذوب لي الحبيبات تاع الفرينة اللي بقات. نخلطه بالطريقة هذه. وإن شاء الله في رمضان القادم راح نحضر لكم وصفات كثيرة يعني خبز دار أو مطلوع سميد. طبعا راح نحضرها لكم بالسميد. يكون القوام بهذا الشكل، راح يكون قوام كريمي. راح نجيب قالب أو مول دهنته بالزبدة ورشيت عليه الفرينة، تقدروا تستعملوا صينية. راح نحط الخليط تاعي في المول، ونوزع على المول بالطريقة هذه. نوزع الخليط. اللي تحب تضاعف المقادير تضاعف، اللي تحب تدير كمية أكبر تضاعف المقادير. هنايا نخبط المول بالطريقة هذه باش يتوزع لي الخليط في كامل المول. نجيب صفار بيض نحط فيها قطرات من الحليب وندهن بها الخبز تاعي. بعد ما ندهنه نرشو بالجنجلان او السانوج حبة البركة. وانا كنت شعلت الفرن تاعي من قبل، الفرن لازم يكون سخون. راح نشعل عليه من التحت، بعد ما يطيب لنا نشعل عليه من الفوق يتحمر.
هنا طابلنا خبز تاعنا، راح نقسم لكم باش تشوفوا، راح يجي خفيف بزاف. طبعا هنا مازال سخون. كما تلاحظوا القوام تاعو راح يجي خفيف كالقطن اسفنجي. اتمنى انه ينال اعجابكم، واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله.